السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة من العيار التقيل. كولر بنسبة 99% خلاص اوت بره الاهلي. لان من 3 ساعات بالظبط يورجن كلوب اعلن انه يعني هيبدأ رحلة جديدة في كأس العالم للأندية مع فريق أحمر ليه شعبية جديدة في أفريقيا والعالم، والراجل ده حاليا في مصر. فيعني بنسبة 99% يورجن كلوب هو اللي هيمسك الأهلي في كأس العالم للأندية. فده يعني الواحد يتحس ان هي احلام العصر، والله يا جماعه يعني فعلا دي احلام العصر. بس دي هتبقى صفقه قويه جدا، مدرب قوي جدا مع فريق يعني بسم الله ما شاء الله. احنا دلوقتي بقينا نجوم، يعني منتخب مصر بيلعب في الاهلي. فان شاء الله هتبقى خطوه حلوه جدا. وكمان كولر تحس ان هو خلاص بقى تعب عايز يريح يعني. فكفايه قوي كده على كولر. اتمنى بقى نشوف الاهلي بشكل جديد مع يورجن كلوب. يعني مش فاهم انا بعد صلاح ومانيو هيرجع يلعب مع وفان دايك هيرجع يلعب مع مين؟ رامي ربيعه وطاهر محمد طاهر. الله علينا الله علينا والله يا جماعه، احنا بنعمل عجب. فاتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. ولو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لنا لايك وتعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد معنا ان شاء الله. سلام.